يا صباح الخير، يا صباح الفل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي بقى كده كانت نظرة سريعة على المطبخ بعد ما قضينا فيه اليوم امبارح قررت ان انا اعمل كده غدوة تكفينا يومين، وانضف تنظيف عميق للمطبخ، بحيث ان انا بقى ما يعني اريح بقى كده يومين، وتبقى عندي الدنيا هادية فيه ونظيفة والامور فيه تمام. فبصيت كده بصة وقلت لا، يعني احنا بقى ايه، عين كده على الشقة بالله. وقلت كده بسم الله توكلت على الله. اول حاجة بدأت بيها ان انا ابتديت ان انا اجمع كل الاطباق وكل المواعين اللي كانت باقية عندي من اليوم اللي قبله، وابتديت ان انا احطها في الحوض كده قدامي. وقلت ايه الصواني بقى والحلل والازاز اللي هم فيهم برضو البواقي دول، ابوشهم كده بميه واحط كده فيهم ميه، بحيث ان انا على ما اخلص المعالق والاطباق والحاجات السهله تكون الحاجات دي باشت وتتغسل معايا بسهوله. لما بلاقي عندي بقى حاجه ستانلس او المونيا ماسكه فيها كده الحاجه ومعصلجه، ببتدي ان انا املاها ميه واحطها على النار بحيث ان هي تتسخن. وعلى ما اخلص الاطباق والحاجات التانية دي بتكون الميه السخنه بوشتها، بكبها وبغسلها، بتنضف في ثواني، يعني ما بتاخدش معايا اي مجهود. طبعا التيفال بقى والحاجات دي بتبقى سهله جدا وما بتاخدش اصلا اي مجهود من غير كلام يعني. بس فقرة بقى غسيل المواعين دي انتوا عارفين ما لا يخلو منها اي منزل، يعني زي ما بيقولوا. بس الواحد بيحبها بصراحة، يعني الواحد بيقف كده ايه، يسلي نفسه كده بالمية والصابون ويستغفر كده ربنا طول ما هو واقف. وربنا برضو الحمد لله ايه بيهون. وطالما الحاجة دايما دايما، والله كنا دايما نقول كده، طالما الحوض مليان والحاجة بالمنظر ده، فده معناه ان فيه خير الحمد لله، والامور ماشية. ودايما يا رب يفضل البيت كده عمران بالخير وعمران بكل حاجة حلوة، وكل حاجة بتستخدم في الصحة وفي العافية وفي راحة البال. الحمد لله. خلاص بقى هنا كده كنت قربت اخلص المواعين، يعني ما خدتش معايا وقت خالص. وانا معوده نفسي بقى دايما بعد ما بخلص المواعين ببتدي ان انا اجيب ميه سخنه مغليه واحطها في عين الحوض، واروح حاطه عليها شويه ملح ليمون. لو ما عنديش ملح ليمون بحط ملح عادي، واروح كاتبه عليها الميه المغليه في العين، واسمي طبعا قبل ما اكب. وبيسلك عندي بقى الحوض، ما بيبقاش فيه اي بواقي ميه ولا بيبقى فيه اي بواقي دهون. دي الطريقه اللي انا معتمداها بقالي مده يعني. جيت بقى هنا قلت ايه، لا انا نفسي بقى كده بصراحه رايحه للقلقاس، وبقالنا كتير طبعا ما كلناهوش، دي اول مره اعمله بقى السنه دي. فجبت كده ايه القلقاس ده، انا بحب اجيبه صغير قوي علشان اقدر ان انا امسكه واقشره واقطعه، ما يوجعنيش في ايديا ولا يبقى صعب عليا في التقطيع يعني. جبت بقى الثلاث قلقاسات دول، وجبت ربطه سلق كبيره، وجبت كمان ربطتين كزبره خضراء. وطبعا انا عندي التوم ببقى مفرزاه وشايلاه في الفريزر عندي، بيبقى موجود ومتاح عندي طول السنه يعني الحمد لله. جبت بقى القشاره بتاعه البطاطس، وابتديت ان انا اقشر كده القلقاس. وطبعا كل ما كان حجمه صغير بيبقى في ايدك زي البطاطسايه، يعني ما بيبقاش صعب. وكمان القشره دي لما الواحد بيستخدمها في القلقاس او البطاطس او الجزر او ايا كان، ما بتشيلش كمان كتير من اللحم، الثمره نفسها مع القشر. عملت انا ايه بقى بعد ما قشرت القلقاس؟ مسحته بفوطة او بمنديل مطبخ نظيف، ما بغسلهوش. وابتديت ان انا اقطعه، طبعا علشان انا مش ما غسلتوش فمش بيتزفلط في ايديا. قطعته بقى مكعبات كده، وقطفت الورق بتاع السلق. انا باخد الورق بس وشوية مية صغيرين في الخلاط، وبضربه في الخلاط وبيلف وبيبقى معايا سهلة خالص. ابتدي بقى ان انا اصفي السلق ده في المصفى، واخد التفل بتاعه على جنب. والميه هخليها برضو هستخدمها. طبعا لما تعملي القلقاس لازم يبقى عندك شوربه، يا شوربه لحمه يا شوربه فراخ. كان انا عندي بقى هنا شوربه لحمه، فاخدت الميه اللي انا صفيتها من ضرب السلق في الخلاط وزودتها على الشوربه. طبعا انا جبت الشوربه حطيت فيها القلقاس اللي انا مقطعاه، حطيت فيه طماطمايه، وضفت عليه هنا الميه بتاعه السلق. التفل بقى ده انا باخده وبقطع الكزبره الخضراء، وباخد معاها التفل ده وبحمرهم في معلقتين سمنه كبار على النار. جهزت بقى هنا كده معايا الطاسه اللي هحمر فيها، وحطيت فيها معلقتين كبار من السمنه، وحطيت فيها
ربطتين كزبره متقطعين صغير كده زي ما شفنا، ومعاهم التفل بتاع ورق الايه السلق. خلاص، وببتدي بقى ايه ان انا واحده واحده كده افضل احمر فيهم لحد ما يتبالوا قدامك بالمنظر ده كده. وبتبتدي ان انت تزودي عليهم معلقه كده كبيره من الثوم. مش عايزه اقول لك انا بقى الثوم المفرز ده بيبقى منقذ المنقذ بصراحه. تعملي بقى اي حاجه تخطر على بالك في اي وقت بيبقى سهل خالص، ولا بتقشري ولا بتقطعي ولا بتبهدلي ايدك ولا ريحتك ولا الكلام ده كله. وانا اصلا لما بعمله بحطه في كيس كده متبطط، وبيبقى عندي سهل ان هو يتكسر زي المكعبات الماجي كده. والكيس بروح حاطاه في كيس تاني في الفريزر، ولا بيطلع ريحه الحمد لله، ولا بيكرب على الحاجه حتى اللي جنبه. والحكايه دي انا داخله اهو في 7 سنين الحمد لله ماشيه عليها، ما مش هغيرها وما ضايقتنيش لحد دلوقتي. المهم، خلاص هنا بعد ما كانت سخونيه الكزبره فكت التوم بتاعي، ببتدي بقى ان انا ايه افضل كده واحده واحده اقلب فيه لحد ما الاقي ان الكزبره دي اتحمرت خالص والتوم بدأ يصفر، يبقى ذهبي كده. اوعي تخلي التوم يتحرق منك، هيمرر. نزلت عليها بقى كده برشه ملح ورشه كزبره عشان تبقى التقليه بتاعتي ريحتها جامده وطعمها حلو. رشه ملح ورشه كزبره ناشفه. وهبتدي بقى ايه افضل برضو كده وراها لحد ما اقلب لحد ما الاقيها بقى ايه خلاص كده هي كده خلاص مش هتتحمر اكتر من كده، وهو ده اللون اللي انا عايزاه. طبعا كل ده القلقاس في الشوربه وفي ميه السلق عمال بيغلي وبيستوي، وانا اصلا سايباه على نار متوسطه، ولا عاليه قوي ولا هاديه قوي. خلاص اول ما لقيته بقى استوى نزلت عليه على طول على الكزبره اللي انا بحمرها دي، وشفت بقى ريحتها كانت جايبه لاخر العماره تحت. الطشه بقى بتاعتها دي بس ايه مش باينه، لان للاسف الفلاش بتاع الموبايل طفى فمش باينه كويس. بس هي حقيقي كان طعمها في منتهى الجمال وريحتها كانت حلوه قوي زي الملوخيه بقى بالظبط. اول ما اتحمرت وخلصنا تحميرها نزلنا عليها بالشوربه والقلقاس في الطاسه اللي احنا بنحمر فيها، وبعدين رجعناها تاني كلها في الحله فوقيها تاني. سبته بقى ياخد غلوه واحده بس كله كده مع بعضه، وطفيت عليه. وانا اصلا ما نزلتش على الكزبره الخضراء غير لما اتاكدت ان القلقاس بتاعي استوى. ده بقى كان شكله، بصوا لونه مش غامق وطعمه والله كان جميل جدا. انا القلقاس بحبه قوي. يلا كل سنه وانتم طيبين بقى، طبعا من الاكلات الشتويه الجميله اللي بتدفي وحاجه كده طبعا مفيده جدا. كل سنه وانتم طيبين. عملت بقى جنبه رز ابيض، وكان عندي لحمه مسلوقه وحمرتها، وطبق مخلل بقى كده. والحمد لله ده كان غدانا النهارده، كان جميل، والحمد لله ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. ابتديت بقى بعد ما خلصت الغدا ان انا انضف المطبخ. قلت بقى انا لازم ابتدي بقى كده بالبوتاجاز. قلت هغسل البوتاجاز والحوض والرخامه، وهروق كده عندي فوق الجزامه انا حطاها في المطبخ، فاي حد بقى في ايده اي حاجه بيرمي عليها. فقلت لا مش هسيبها بقى اكتر من كده ايه، ويبقى تنظيفه كده للمطبخ كده عميقه، ويقعد عندي بقى يومين كده نضيف حلو، محدش يطبخ اي حاجه فيه. والاكل عندي يومين والحمد لله. حطيت بقى هنا جلانس على البوتاجاز بتاعي، بريل طبعا بتاع المواعين، والسلكه بقى الاستانلس دي ابتديت ان انا ايه اغسل البوتاجاز. اللي عند الشعلة الصغيرة ده كان فول، كنت بدمس فول، ولما نزل منه شوية على البوتاجاز الفول ده لما بيلزق بيبقى تنظيفه صعب قوي. بس ما خلصت يعني اللي ورايا وخلصت البوتاجاز، ودي تنظيفة كده ايه كل يومين بعملها. طبعا التنظيفة اللي هي العميقة بتاعة البوتاجاز، اللي هي بنفك بقى فيها الشعل وبنغسل فيها الحوامل وظهر البوتاجاز والسيراميك اللي وراه، دي حاجة ودي حاجة. دي كده تنظيفة كده سريعة كده يوميا الواحد ايه بيعملها. خلصنا بقى البوتاجاز، جيت بقى هنا على الحوض.
بقى ان انا احط برضو فيه البريل ده، وهرش برضو من الجلانس على الحوض علشان الاستانلس بتاعه يلمع، وعلى الحنفية وعلى الخلاط. وهحط كمان شوية ملح وانا بغسل الحوض بتاعنا، علشان برضو اي رواسب فيه الملح يفورها ويدوبها على طول. وجبت بقى السلك اللي هو البلدي الخشن بتاعنا ده، انا بخليه دايما عندي كده كمية اخد منه للحوض، وهي المرة الغسلة وبيترمي. اخد منه مثلا للحمام، لو هغسل الحمام برضو هي المرة ويترمي. بينفعني بصراحة قوي السلك اللي هو الخشن ده. وبحب انا برضو بعد ما بخلص غسيل الحوض لازم اكب فيه ميه مغليه، لازم اغلي كده حله ميه صغيره او في الهيتر او اللي قدامي بقى، اغلي كده ميه واروح ماسكاها كباها على الجوانب كده الاربعه بتوع الحوض، واروح كبه في العين برضو بتاعته. احس بقى ان انا كده ايه عقمته، واروح مسحاه بورقه مطبخ، منديل مطبخ، وخلاص بيبقى. وغالبا طبعا العمايل دي بتبقى بالليل يعني. خلصنا بقى هنا كده الحوض بتاعنا وبقى زي الفل، وغسلنا وراه وجنبه وكله. يفضل برضو ان انتي تنشفي اي حاجه ستانلس تغسليها، علشان الميه مع الالمونيا او الستانلس على مدى بعيد من الوقت بتخليها تنقر. ففوطه بقى قطن، منديل ورق، الحاجه بقى اللي بتحبي تستخدميها، وتروحي منشفه كده البوتاجاز، منشفه الحوض. لو عندك صينيه برضو، انا بحب دايما اغسل المواعين واكفيها كده على صينيه ستانلس عندي تصفي، وبعدين اشيلها واشيل الصينيه. فلازم الحاجات دي كلها انشفها قبل ما اشيلها. جيت بقى هنا برضو عند الرخامة كده، وقلت لازم برضو اغسلها وامسحها، علشان يبقى كده عندي المطبخ كله نظيف ومفيهوش اي حاجة. روقت برضو كده فوق الجزامة، ما خليتش غير الورق اللي انا بصفي عليه البطاطس ده، ورق الجرايد بحب افرشه على السفرة وقت الغدا يعني. بس وعلب كده بغطا بحب استخدمها في العجن. هنا برضو الرف الفوقاني بتاع المطبخ ده ما خليتش عليه غير فناجين القهوة، وروقت كده حواليه. بس كله كده عندي بقى رايق الحمد لله، والامور بقت هاديه، والمطبخ بقى زي الفل، وريحته بقت حلوه. شفتوا بقى بعد المعجنه اللي كانت في اول الفيديو. خلاص الحمد لله كده ما بقاش في حاجه ورانا. وطبعا ما ينفعش استغنى عن عود البخور بعد ما اخلص تنظيف، لازم عود البخور يهدي بقى كده الدنيا، ويدي كده ايه احساس بالهدوء كده والسكينه. عندي بقى شريط الليد ده، الحمد لله والله الشريط الوحيد يعني انا كنت من 4 سنين كده جبت كذا واحد في الشقه على دخلة رمضان، وما فيش ولا واحد منهم عمر غير اللي في المطبخ ده. فالحمد لله بقى له عندي مده طويله، وبشغله بقى كده بالليل، هو لونه اخضر بيدي بقى ضي جميل. لحد هنا خلاص خلص فيديو النهارده وخلص الروتين بتاعي. قولوا لي لو عجبكم الفيديو، اشتركوا في قناتي. سلام.